اليوم كنا في وقفة سلمية. النساء الصحراويات في المناطق المحتلة كانوا في وقفة سلمية يندوا ويطالبوا بحرية التعبير ويندوا بالعنف ضد المرأة، لأن المرأة الصحراوية ما تقوم بشيء من ناحية التعبير ولا من ناحية حرية التعبير، ما منعها السلطة في المغربية. واليوم كنا واقفين في الوقفة نطالبوا لا بحرية التعبير، ونطالبوا بتقرير مصيرنا، ونطالبوا باستغناء ندوروا كاع يكون بالعنف الممارسين يبعدوا من المغاربة. واليوم عنفونا وبطل العلايات وبطلوا النساء الكبارات وبطل الكهلات وضريك. أنا مطالبين المنظمة الدولي عنه يقيثنا بآلة أممية وحماية حقوق الإنسان علينا احنا الصحراويين. نطالبوا لا بشي عندنا فيه الحق، ونطالبوا لا بشي عندنا فيه مثلا عنا نقدر نعبر فيه. احنا كاع ما نطالبوا شيء، نطالبوا لا بتقرير المصير، ونطالبوا بالسلم، ومن الدين بذا معدلنا اليوم، ومن الدين بذا كامل يعدل الصحراويات يوميا. رانا محيين المرأة الصحراوية في المناطق المحتلة وفي مناطق اللجوء، وغريك رانا مولي نطالبوا لا بالسلم، ورانا مولي ما نطالبوا لا نقولوا لحد عن يرفد موس ولا سكين ولا حجر يعدل المسائل السلمية بالوسائل السلمية. وكل الوطن والشهادة والدولة الصحراوية مستقلة هي الحل.